السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحمد لله ان أنا النهارده بقيت كويسه جدا. امبارح كنت تعبانه وما كنتش قادره حتى اتكلم. بدعواتكم الحلوه ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قاعده كده عماله افكر يا رب هناكل ايه، يا رب هناكل ايه. رحت فاتحه التلاجة لقيت لي عندي بسطرمه وعندي جبنه رومي مبشوره كنت جايباها. المهم بصوا لميت لكم اللي في التلاجة واللي بره التلاجة برضه، ورحت قايمه ايه عجنت حته عجينه كده كويسه. ورحت ايه حضرت بقى ايه اللي لميته من التلاجة واللي بره التلاجة متضحكوش عليا. لميت كله كده ايه وقلت اما اعمل فطيره تستاهل ايه بقكم. جبت بقى كوبايتين دقيق وحطيتهم. يلا بقى يا جماعه، اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. يلا شيصوني بقى، شيصوني. ربنا يخليكم ليا يا رب. انا لو نجحت هنجح بيكم انتوا. وبعدين انا طبعا بعد ما حطيت كوبايتين الدقيق نزلت بكيس خميره، شعرة ملح صغيره عشان انتوا عارفين الجبنه الرومي بتبقى حادقه، والبسطرمه برضو بتبقى حادقه، لان انا حاطه بسطرمه وجبنه وكده. الحاجه الموجوده حتى الجبنه البيضه حطيتها. قلت لم واحط كاني عامله سندوتش مشكل. البطن هتقول لا، هناكل حتى لاقيه هناكل اي حاجه كده وناكل. انتوا بتقولوا الوليه دي بتروح فين؟ انا مش عارفه نفسي انا بروح فين اصلا. وجبت ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه زيت. طبعا الدقيق مش اي دقيق بياخد الميه. طبعا ما انت تيجي تلمي العجينه تحطي بالتدريج الميه، مش اي دقيق بياخد زي دقيق غيره. انا الدقيق اللي انا بجيبه دقيق ضحى، ده اللي بيعجبني بصراحه. هنا بقى عملت العجينه بتاعتي اهي، وهغطيها وهسيبها لربع ساعه كده وتخمر وكده. وبكون انا بقى محضره الحاجه ايه الحشو بتاعها. اقعد بقى اقطعه بمزاج كده. هغطي بقى طبعا عجينتي اهي، اغطيها كويس عشان تخمر بسرعه. بصوا هنا هي خمرت اهي، شايفين؟ هنا بقى جبت حته الجبنه المفرومه اهي. الجبنه كانت عندي مفرومه، وبصلايه وفلفل اللي كان عندي الالوان احمر بس. وحطيت ونزلت بالبسطرمه وجبنه بيضه. هتقول لا، هناكل. المهم جمعت كل الموجود كده وايه قلبته ببعضه كده. الخليط كله قلبته على بعضه. وبعدين ايه رحت متخره الطبق، وانزل بقى بالعجينه بتاعتي اللي خمرت دي. وبصوا طريه وجميله ازاي، ما تتعبنيش في فردها ونزلت بحته من الخليط بتاعي في قلبها ولميتها كويس اهو. ما تنسوش يا حبايبي تجربوها، واللي يعجبه حاجه يقول لي، واللي مش هيعجبه حاجه برضو يقول لي. انا مش هزعل، والله ما هزعل. اهم حاجه بس شيسوني. ونزلت بقى بنص بالخليط بتاعي. وكنت مولعه الفرنه. انا عندي الفرنه بتاعتي البوتاجاز مش قوي، فانا مولعه ايه الفرنه الكهرباء، بتديني ولعه فوق وتحت.